هي النظافة عايزة مننا ايه غير لمعان وروقان وبياض ناصع ونظافة ملهاش مثال. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي بينا نطبخ مع حنان. ولو عندك 10 كيلو ممبار في 10 دقايق هخليك تنضفيهم وانت واقفة مكانك مش هتتحركي. يلا بينا ونشوف حنان نضفت الجمال ده ازاي. معايا 2 كيلو ممبار، زي ما قلت لك كده لو 10 كيلو برضو هتخلصيهم على طول. شطفتهم كده الاول، لسه جايباهم طازه اهو فريش زي ما انتم شايفين. هنقلبهم الاول، هقلبهم بطريقتين اتنين بايديا. هجيب الاول من بره من جوه لبره. بص بطرف ايديا كده، مجرد ما هاخد حته صغيره يعني ايه جزء صغير كده اقلبه بصباعي، واروح الحنفيه تبقى متوسطه واروح منزله بالميه. لو عندك 1000 متر منبار هنعمل ده، يعني مش بقصه علشان كتير ولا حاجه، لا بيحصل مطبات كده. واحد بيبقى مخروم، بيبقى مكلكع، بروح قصاه ومكمله زي ما انا. بص بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لك لو 1000 متر كده منبار هتقلبيهم في ثانيه، هتقلبيه وخليك تنضفيه. واحده تانية اهو كمان زي ما انتم شايفين بطرف ايديا. بص اهو، بص بيبقى في مطبات كده، في مطبات في المنبار مقطوع، ما في حاجه برضو تروحي شايلاه ومكمله اهو. بص بص هذا واحد بقى سريع سريع. اجيب من جوه لبره حته والميه شغال. يلا واحد ده التانية بقى، دي الطريقه التانية. وهقول لكم برضو طريقتين في التنظيف برضو بسرعه. مقوار مش سكينه ولا اي حاجه، لان لو جبت سكينه الحز بتاعها مقوار بتدخلي برضو منها، بتدخلي القلب من جوه وتقلبيها على المقوار كده ما شاء الله بتخلصيه في ثانيه. بصوا بصوا اهو، بصوا ازاي بدخلها لجوه، بدخل من بره لجوه واروح جايباها كلها فوق المقوار، اطلعها واقلب. زي ما قلت لك كده لو 1000 متر منبار هتنضف فيها خلاص كده تمام تمام. تعالوا بقى التنظيف. ازازه الميه العاديه بتاعتنا كده، وغطا الازاز. غطا الازاز اسخن السكينه بتاعتي على قد الغطا وافتح لها فتحه حلوه كده زي ما انتم شايفين. بصوا فتحت لها فتحه ازاي. يلا بينا طرف المنبار اشده فيها، ادخله كده من بوسها واشده. بصوا 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 عشان خلوا بقى البنات بقى اللي هي بقى ما بتحبش المنبار وده وده، لا اقول لهم لا على جنب بقى، انتوا بقى كده مالكوش دعوه. ماشي تعالوا بصوا بصوا كمان. بصوا بصوا النظافه. وبرضه هقول لكم الطريقه برضه، اقول لكم رايي ايه. بصوا مش بيخلي فيها حاجه بسيط، بيبقى خلي حاجات بسيطه خالص. انا جايبه لكم واحده واحده خطوات. بصوا بقول لكم من اللي لسه ما تنضفش من اللي اتنضف. يلا بينا تعالوا. في برضه في سلكه، السلكه اللي هي بتاعت الاطباق دي، انا بروح اجيبها. كانت الاول رخيصه دلوقتي غاليه، فقلت استخدم بتاع اللي انا استخدمتها شويه بتاعت الكوبايات وابقى ارميه. لقيتها برضو ايه مش حلوه. انا هكنسل الطريقه دي خالص، اصلا متشاله من الطريقه، بس انا قلت برضو اجربها عليكم. كنت بعملها بس لو جديده وبرضو بتسيب فتافيت. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى الطريقه دي اللي ملهاش حل. الطريقه دي بصوا بالسكينه كده وعلى القطاعه، بالسكينه ولا قطاعه على الرخامه، على اي حاجه، على اي حاجه عندك سيب. بصي بصي بقى، لان احنا دلوقتي لما بشيل اللي بالغطا برضو بيسيب بواقي. هوريها لكم دلوقتي وهقول لكم ده وهقول لكم ده. بصوا بصوا السكينه في ثانيه لو 1000 متر في ثانيه. بص ما تقطعوش اهو في دقيقه. ليه ما نعملوش كده؟ ليه الطريقه بتاعنا بتاعت زمان القديمه عملتها في الكب وعملتها في كله برضو لازم اعيد عليها بالسكينه. طب ما انا اعملها بالسكينه كده في ثانيه اهو، في دقيقه. يعني انا بقول لكم الفكره، لو عملتها في الكبه في الخلاط عملتها في اي مكان اهو. دي اللي انا عاملاه بالازاز، وبالازازه حلوه برضو بتنضف. بس هوريكم هتطلع ازاي السكينه تاني وراها. طب ما انا بدل ما اعمل هنا وهنا، بصوا اللون، بصوا الجمال، شمعه شمعه فله شهد. بصوا بصوا ده اعرف اكله كده، غير كده ما اعرفش ابدا ابدا. اوكي. بصوا بقى بالسكينه كده، بالسكينه اهو. شايفين؟ بعيد عليكم تاني، ده اللي انا عاملاه ده اللي انا عاملاه بالغطا الازاز ومنضفاه، وشايفين هو مطلع قد ايه. بس اللي عايز النظافه تمام قوي قوي قوي، واللي بيحب النظافه زيه وبيحب الحاجه ما بقاش فيها، بصوا بصوا بصوا، دي بعد الغطا وبعد ما شطفتها وكله لازم عن كده، لازم زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى بصوا بقى اهو شايفين. ايوه كده بقى اهو. بص كده خلاص انا كده بقى ارتاح، انا كده يبقى تمام تمام كده قوي. بصوا ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى حاجة طريقتنا بتاعت زمان لا يعلى عليها. طريقة اجدادنا دي لا يعلى بنطلع طرق وبنطلع وعملت بكل حاجة. تعالوا بقى اما اقول لكم بيتغسل ازاي. ما تحطيش خل، اوعي تحطي خل ابدا. لو حطيتي خل بيثبت معاكي بيثبت معاكي ريحه الممبار. احنا هنقول لك دلوقتي، انا هقول لك هحط 3 مكونات بس ما فيش غيرهم. بصوا بعد ما غسلتها شايفين الميه مش محتاجه لسه اي حاجه خالص على فكره، ولا بقى فيها ريحه ولا حاجه، لان ما عادش فيها اصلا اي اثر لاي حاجه. بصوا هي بقت حاجه فل شمعه منوره بس كده. تعالوا 3 ليمونات على 2 كيلو، بحط 3 ليمونات.
و3 معالق دقيق، 3 معالق دقيق، و3 معالق ملح، و3 ليمونات، 3 ليمونات و3 معالق دقيق على ال2 كيلو، زي ما قلت لك كده الاول، دي 3 ليمونات اعصرهم عليها. هاسيبها بس نص ساعه كده، وبعد كده اشطفها وهقول لكم ايه تاني. قال لي لسه هنقلب. انا ما بعملهاش على ظهرها، لازم اقلبها تاني. حتى لو هتعملي على ظهرها كده لازم تقلبيها تاني، لان احنا خدي بالك احنا حتى لو مصبنينها قبل ما نقلبها ازاي، ما هي بتبقى بطنها مش حلوه. خدوا بالكم من الخطوات اللي الناس بتسيبها دي. اوكي يلا بينا اهو. خلاص كده هسيبها نص ساعه وهغسلها بقى كتير. بعد نص ساعه شطفتها، شايفين الميه تحفه تحفه تحفه. بصوا اهو جميله شمعه شمعه شمعه. طب ايه هتسيبيها كده؟ لا اقلبها بقى الاول بايديا بقى. بصوا بقول لكم، بصوا الجمال، بصوا الجمال، وبصوا النظافه. النظافه بقى ما فيش بعد كده. انا ما اقدرش اكل الممبار بصراحه من ايد اي حد في الدنيا غير من ايدي انا بس. هروح بقى نفس القصه، هروح قلباها، هاخدها من بره لجوه كده زي ما انتم شايفين في الكاميرا، وبنزل برضه زي ما انا كنت قلبها كده بالظبط بايديا بقى في ثانيه، لانها خلاص هي نظيفه وبتبقى سلسه جدا جدا. بص تحت الحنفيه اهو، زي ما قلت لك كده، لو 10 كيلو ممبار في 10 دقائق وانت واقفه هتنضفيهم ويبقوا شمعه فل منور. بس كده تمام تمام. تعالوا بقى بص ما اقول لكم، بصوا بص بص بصوا، بص قلبها وبص جمالها. ده انا لسه هغسلها تاني، خدوا بالكم. بص لقيت في حته نقطه من جوه كده ظاهره، فبغسلها كأني بغسل غسيل، كأني بغسل بقى. بص اللون، بص اللون، بص الجمال. ده انا لسه كده بقى هناخد ايه، هناخد دور تاني نفس القصه. بصوا بقى تاني اهو. بصوا لازم تعملوا الخطوات دي حبايبي، لازم تعملوا الخطوات دي عشان تاكلوا الممبار، وتاكلوا اي حاجه من منبار الكرشه وكده. لما معلقتين بقى بصات بقى دقيق مع ملح مع ليمونه كده، من ليمونه ونص اللي موجوده عندك، واشطفي بقى على طول. مش محتاجه، بس خدي فم كده، يعني خدي فم. لازم من الحرام، لازم من الحاجات دي. بعد ما تخلصي خالص وهتشيليهم، هتروحي بقى غسله وتروحي جايبه كلور وبريل وبتروحي مصبنه. بص بقول لكم، بص اللون. بص اللون شمعة فله منور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بس ايه الجمال ده. هي النظافة عايزة مننا ايه؟ قولوا لي بس، هي عايزة مننا ايه؟ جمال ونظافة وريحته بقت تحفة وجميل كده. اكله بقى براحتي كده. انا كده انا اكله براحتي بصراحة. بصي بقى زي ما انت عايزة خالص، بالمقص، بالسكينة، بس المقص بيديكي سمك واحد. اوكي يلا بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. مع الف سلامة في رعاية